زيتون بلادي مكة حباته، ما أحلى أكله ما أحلى مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام وانتوا عم تتابعوا فيديو اليوم. فيديو اليوم راح يكون حلو كتير، بس قبل ما نبلش نعمل لايك والشير والسبسكرايب ويلا نبلش. فيديو اليوم راح يكون في أرض سيدا، موسم جد الزيتون، فإحنا حابين نشارككم هاي اللحظة، فخلينا يلا نروح نجد زيتون. كريم يلا نرد على سيدا. كله بيرغب أكلاته، الحب منه أحسن ما يكونه. على دلعانة وعلى دلعانة، بارك يا ربي شجرة زيتونة. على دلعانة وعلى دلعانة، بارك يا ربي شجرة زيتونة. في منه الأخضر وفي منه الأسمر، من غير السفرة ولا مرة بتعمر. والتحدي أسرع واحد بيعبي جردله. ماشي؟ يلا 1 2 3. كله بعض لريتال. ريتال يلا يا ريتال. ايه ايش انت بدك؟ يلا لم معاهم، يلا لم معاهم، يلا. وش الجائزة؟ يلا ايش الجائزة؟ حبة اسكيمو. ايه ريماس فازت. حبة اسكيمو. وهي محمد كمان عبى نصه، مجدي عبى 3/4، ورجال 3/4. طيب كلكم فايزين، خلاص كلكم فايزين. بدك اسكيمو انت كمان؟ طيب ماشي. خلي السكر في الكوباي لسيدي هياته حاضر. يعتبر موسم قطف الزيتون من اهم المواسم الفلسطينيه التراثيه الاسريه التي يشارك فيها جميع افراد الاسره العملي معا. وتعتبر شجره الزيتون في فلسطين رمزا للصبر، وذلك لارتباطها بالارض وطول عمرها. ففي بيت لحم مثلا توجد شجرة زيتون يقارب عمرها من 5000 عام، وتغطي مساحة 250 مترا مربعا، ويبلغ ارتفاعها ما يقارب 13 مترا، وتمتد جذورها في الأرض إلى ما يقارب 25 مترا. إتلاف وإحراق وتدمير أشجار الزيتون هي سمة رئيسية من سمات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تقوم قطعا المستوطنين الإسرائيليين بتدمير أعداد كبيرة من أشجار الزيتون سنويا، وتقوم قوات الاحتلال بمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، مما يؤدي إلى تدمير المحصول وانهيار الموسم، ويؤدي ذلك بشكل سلبي إلى خسائر مادية كبيرة. من أهم ما يميز موسم قطف الزيتون هي العادات الأسرية الجميلة، حيث يجتمع جميع أفراد الأسرة تحت الزيتون ويقومون بقطفه يدويا، وتقوم النساء بغناء بعض الأغاني التراثية الفلسطينية الجميلة، أو بسرد بعض القصص والروايات التي تناقلتها الأجيال من الجدود إلى الأبناء إلى الأحفاد.
بردنا ونشرب مي من الضحضح لما بتخلص كربتنا. يا عيني خلص فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، واذا عجبكم حبيتوه تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة. نحبكم. ايش؟ شوب؟ قول شوب. ايش تعبت يا مجدودة؟ ايش؟ راح بيبي. مين راح بيبيب؟ راح بأمه. وين نروح على الدار؟ نروح على الدار؟ نروح بالعن على الدار؟ ها؟